وبكده يكون احنا استفدنا من اللبن بتاعنا اللي هو كان لبن رايب، وعملنا منه وصفتين حلوين جدا. الفيديو بتاعنا النهارده تحفه جدا. عملنا منه القرص واستفدنا من الشرش اللي نزل من الجبنه. كمان عملنا الجبنه الفته اللي بنشتريها من بره في العلب وبيكون سعرها غالي، وعرفنا ازاي ان احنا نعمل لها محلول حلو يقدر ان احنا نحفظه اكتر من اسبوعين، وبتقعد معانا ولا بتريم ولا بتعمل طبقه على الجبنه ولا اي حاجه خالص. طعمها حلو واستفدنا من اللبن الرايب. اعملوا الوصفه دي على طول لما اللبن بتاعنا يروب. وكمان مش شرط ان اللبن بتاعنا يكون لبن رايب علشان نعمل الجبنه الفته الحلوه الكريميه والناعمه، واحنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. وعملنا منها كمان من الشرش عملنا القرص الطريه اللي بتكون طعمها حلو جدا مع فنجان قهوه كده او مع كوبايه شاي بلبن الصبح او في العشاء. بتكون حاجه سهله وبسيطه وحلوه جدا. وعملنا منها الجبنه الحلوه دي بطريقه حلوه جدا وسهله. والشرش ده نقدر ان احنا نحفظ فيه اي جبنه احنا بنشتريها من بره او مخلل او اي حاجه، فبتكون طعمها حلو وبتحافظ على اي حاجه في المحلول ده. تمام. كمان الفلفل او الشطه اللي بتكون خضرة دي بتدي للميه او المحلول ده طعم الفلفل، وبيكون السبايسي من الفلفل بتديله طعم حلو جدا وبتكون طعمها حلو جدا. جربوا المحلول ده، دايما ماما كانت بتعمله، فجربوا المحلول ده بيكون حلو جدا. ولو جايبين جبنه او اي حاجه زي ما قلت نضيفها في المحلول ده. تمام. هنشوف مع بعض دلوقتي. كمان عملنا القرص الطريه من الشرش. القرص الطرية الحلوة دي عملناها من الشرش اللي طلع من الجبنة واستفدنا منه بكل حاجة فيه. تمام. فالفيديو النهاردة حلو جدا جدا. ادخلوا وشوفوا الفيديو وقولوا لي رأيكم فيه، هيعجبكم جدا جدا. والجو بدأ ان هو يكون حر، واللبن ساعات بيكون رايب معانا، فنستفاد منه وما نهدرش منه اي حاجة. كمان القرص الطرية النهاردة عملناها ببديل السمنه البلدي. بديل السمنه البلدي عباره عن معلقتين من السمنه، اي نوع سمنه احنا بنستعملها في البيت، معلقتين من القشطه. وكمان القشطه اللي انا استعملتها هي اللي كانت على اللبن الرايب. لما جيت اخرجه من التلاجة ولقيته رايب، فبدا ان هو يكون فاصل معايا، بدا ان هو يكون لبن رايب ويكون معانا قشطه، فاستفدنا من كل حاجه في اللبن الرايب. وكمان ريحتها زي السمنه البلدي واحلى كمان، وبيكون بديل حلو جدا. فجربوها هتعجبكم جدا جدا. وده كده شكل القرص. تنفع للفطار وتنفع تنفع للفطار وتنفع للعشاء، فبيكون حاجه كده خفيفه كده وحلوه جدا. وكمان ريحتها عامله زي ريحه الكحك، ووصفه حلوه جدا جدا. تمام. القرص بتاعتنا حلوه جدا، واخدلهم من تحت وبالشكل القمر والتحفه ده. فكل حاجه نعملها في البيت هيوفر علينا كتير جدا. كمان اي حد بيدوق القرص بتاعتي لازم ان هو ياخد منها، وان انا اعمل له كميه وهو ماشي وان هو ياخدها. فجربوا الطريقه بتاعت القرص بتاعت النهارده هتعجبكم جدا جدا. ويلا نشوف قوام الجبنه بتاعتنا اللي احنا عملناها هنا. الجبنه اللي احنا عملناها هنا في المحلول، وبتكون جبنه انا حطيتها في التلاجة على ما عملت القرص، وبدات تكون معانا متماسكه وحلوه بالشكل ده، ناعمه وكريميه زي ما بنشتريها من بره. اللي بتكون براميلي او الجبنه اللي هي بتكون ناشفه وحادقه دي، وزي الجبنه اللي بتكون لايت، فبتكون طعمها حلو جدا. تمام. وبتكون معانا كده وناعمه جدا جدا. بصوا، ناعمه دايبه ذوبان جدا، ناعمه جدا جدا. تمام. فجربوها ان شاء الله تعجبكم. ويلا، عندي هنا شفشق من اللبن الرايب، حوالي لتر وربع كده من اللبن الرايب. لما جيت اخرجه من التلاجة كان اللبن معانا لبن رايب فاصل ومعانا بالقوام ده كده. وعلى سطح اللبن الرايب طاقة من القشطة بنبتدي نشيلها ونحطها في الفريزر نستعملها في اي حاجة. وعندنا هنا اللبن الرايب بدأ ان هو يكون قوامه تقيل ومعانا بالشكل ده كده. بعد كده عشان نعمل منه اللبن الرايب نعمل منه الجبنة، اول حاجة هناخد اللبن الرايب ده بعد ما طلعناه من التلاجة، وبعد كده هنزل عندي هنا باللبن في الحلة،
وزي ما انتوا شايفين كده القوام. بعد كده هنبتدي ان احنا نغطي على الحلة دي ونسيبها بره التلاجة من قبلها بيوم. تمام، يعني احنا نعمل الخطوة دي بالليل ونسيبها طول الليل كده على الرخامة. وبعد كده تاني يوم بنبتدي ان احنا نسخن الفرن بتاعنا كويس جدا، وبعد كده نطفيه. وبعد كده بنبتدي ان احنا بعد ما سخناه نطفيه، وبعد كده بندخل الحلة الفرن وبنقفل عليها لحد لما نيجي نمسك الحلة كده ونخرجها، تبدأ ان هي تكون معانا باردة تماما، ما يكونش سخنة. تمام، ده كده بقى بعد لما بردت بدأت ان اللبن الرايب يبدأ ان هو يفصل تماما، ونقدر ان احنا نستفاد من كل اللبن اللي معانا، في ان هو ما يكونش معانا في كمية كبيرة في الشرش من اللبن الرايب، وناخد اللبن الرايب كده بخيره ونعمل منه كمية جبنة حلوة. ونعرف لما هو بيفصل بيبتدي ان هو يكون كده، والشرش بيكون عامل زي المية كده. بعد كده بعد لما معانا بقى بالشكل ده، بعد كده عندي هنا اللبن الرايب بعد لما خرجنا من الفرن. بعد كده عندي هنا مصفى حطيتها في بولة وحطيت عليها كده شاشة او قماشة تكون نظيفة. وبعد كده نزلت عندي هنا بخليط اللبن الرايب، وبعد كده نبتدي ان احنا نصفيه كده ونضغط عليه كويس لحد لما ينزل كل السوائل اللي فيه. بعد كده عندي هنا اللبن الرايب اللي احنا عملناه في الشاشة بنبتدي ان احنا نربطه، وعندي هنا الشرش اللي نزل من اللبن الرايب هنبتدي ان احنا ناخده، وبعد كده هنعمل منه احلى قرص طرية ممكن تاكلوها وممكن تجربوها. بعد كده عندي هنا الجبنة قفلت عليها كويس جدا كده، وعملت فيها زي عقدة صغننة كده وحطيتها على الحوض عشان تصفي كل كمية المية الزيادة. بنسيب الجبنة لمدة يوم لحد لما تصفي كل المية الزيادة اللي فيها. بعد كده بنبتدي ان احنا نخرجها وبتكون بالقوام الحلو ده، قوامها ناعم وكريمي وحلوة جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده بتكون طعمها احلى بكتير كمان من الجبنة القريش، وطعمها كده بيدوب في البق كده وكريمي وطعمها حلو. بعد كده عشان نعمل لها محلول يحفظها ويكون معاها كمان طعمها حلو ويديلها طعم احلى، عندي هنا الجبنة بنبدأ ان احنا يا اما نحطها في قالب ونضغط عليها تاخد شكل مربع او اي حاجة، او ان احنا نضغط عليها وتكون معانا بالشكل ده. بعد كده عشان نعمل المحلول عندي هنا بولة نزلت فيها كوباية من المية، معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الزيت، وعندي هنا الشطة الخضرة دي بنبتدي ان احنا نفتحها كده من النص وننزل فيها بالخليط المية دي. وبعد كده بنبتدي ان احنا ندوب الملح كويس جدا، ونبتدي ندوق الملح ونظبط الملح لحد لما نيجي ندوقه كده زي ما بنظبط اي اكل او اي حاجة، بس يكون حادق بزيادة. تمام. بعد كده بننزل عندي هنا بالجبنة في المحلول ده، والجبنة ناعمة جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده المحلول ده بيحفظ الجبنة في ان هي تفضل محتفظة بقوامها، كمان بيخليها معانا متماسكة وتكون معانا حلوة بالشكل ده، ولا بتعمل اي ريم، نقدر ان احنا نحفظها اكتر من اسبوعين في التلاجة وبتكون طعمها حلو. الشطة بتدي للمحلول طعم حلو جدا وسنة سبايسي، فبتكون طعمها حلو. بعد كده عشان نعمل من الشرش اللي خرج من الجبنة او اللبن الرايب قرص طرية، عندي هنا بولة هنزل فيها بنص كيلو من الدقيق وهنخله كويس جدا، عليه معلقة صغيرة من اللبن البودرة، ومعلقة كبيرة ونص من السكر، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ونص معلقة صغيرة من الملح. وبنخلط كل المكونات الجافة دي كويس جدا مع بعض. ان شاء الله اسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. بعد كده عشان نعمل بديل السمنة البلدي، بديل السمنة البلدي عبارة عن معلقتين من السمنة، اي نوع سمنة احنا بنستعملها، معلقتين من الزيت، و معلقتين من القشطة، وبعد كده بنغليهم كده على النار لحد لما يغلوا مع بعض كده كويس جدا. بعد كده بتكون ده بديل السمنة البلدي. تمام. بعد كده عندي هنا نص كوباية من السمنة وعليها معلقة من الزيت، ودوبناها على النار مع معلقتين من القشطة، وبعد كده لما سخنوا وغليوا مع بعض شوية نزلت عليهم ب3 معالق كبيرة من السمسم يدوب ان هو ياخد لون دهبي بسيط.
بعد كده عندي الدقيق اللي احنا خلطنا فيه كل المكونات الجافة. اول حاجة بنزل عليه بنص كوباية من الشرش اللي نزل من الجبنة في الاول كده، علشان لما بيكون الجو برد شوية او اي حاجة بتبتدي ان السمنة تخرز في الدقيق. فاحنا بحب ان انا اضيف في الاول كده نص كوبايه من اللبن الرايب، يا دوب ان انا بدوبهم، وبعد كده بنزل بالسمنه، وبعد كده ببدا ان انا اعجن في العجينه كويس جدا، وبنزل باللبن الرايب او الشرش حبه بحبه لحد لما العجينه معانا تكون عجينه طريه وما بتلزقش، ونفضل نعجنها فتره ما تقلش عن 10 دقايق عشان تكون معانا القرص طريه. وبعد كده لما البولة بتاعتنا بتنضف نعرف ان كده ان العجينة معانا كويسة جدا، وده كده القوام بتاعها بيكون قوامها طري وفي نفس الوقت ما بيتلزقش، وبتكون كده زي الملبن في ايدي. ده اهم خطوة عشان القرص معانا تطلع طرية، بتكون بالقوام الحلو ده. بعد كده لما بناخد قطعة ونيجي نمسكها كده في ايدينا بتكون ناعمة جدا وزي الملبن، نعرف ان العجينة اتعجنت معانا فترة كويسة بالشكل ده. بعد كده نغطي العجينة بتاعتنا ببلاستيك وبفوطة مطبخ نضيفة، ونسيبها لمدة ساعة الا ربع او نص ساعة على حسب الجو، ولحد لما تخمر ويتضاعف حجمها. بعد كده العجينة معانا خمرت وتضاعف حجمها بالشكل الحلو ده. بعد كده بنخرج منها التخمير علشان لما نيجي نقرص العجينة او نقطعها كويرات صغيرة تبدأ ان العجينة معانا تكون متقطعة كويس جدا. بعد كده بنقطع العجين او قطع العجين كده في الحجم ده بيكون حجم حلو جدا، وبعد كده بنبرمها على ايدينا كده عشان يكون سطح العجينة معانا ناعم لحد لما نخلص كل كمية العجين اللي معانا بالشكل ده كده. بعد كده خلصت كل كمية العجين تقطيع بالحجم الحلو ده. بعد كده عندي هنا صاج وعندي هنا بلانشة، هنبتدي ان احنا ناخد اول كرة احنا قطعناها في الاول بتكون هي ارتاحت، ولما بنيجي نضغط عليها ونفردها بتتفرد معانا بكل سهولة وما بتقاومش معانا. بعد كده بنبدأ ان احنا نفردها كده، وما نفردش القرص بسمك رقيق علشان في الفرن ما تبدأش ان هي تنشف. بندي لها تبطيطة بسيطة كده بحيث ان هي تكون معانا محملة الى حد ما شوية بالشكل ده كده. والنهارده هنعمل القرص بتاعتنا ساده عشان تتاكل مع الجبنه اللي احنا عاملينها، فبتكون فطار سهل كده او عشاء سهل وخفيف بيكون حلو جدا. بعد كده لو حابين ان احنا نعمل في القرص بتاعتنا فتحات بالشوكة بنعملها بالشكل ده. بعد كده بنغطيها بفوطة مطبخ ونسيبها لمدة نص ساعة تخمر تاني مرة علشان القرص بتاعتنا تكون هشة ومش مكتومة وتكون طعمها حلو. بعد كده ده كده شكل القرص بتاعتنا لما خمرت. بعد كده هنبتدي ان احنا هسويها في الفرن ده. بحب ان انا اسوي فيه كل حاجة، وبسويها على درجة حرارة متوسطة من فوق ومن تحت علشان تستوي كويس جدا ويفضل قوامها هش ما تكونش معانا مكتومة. تمام. ونبدأ ان احنا ناخد بالنا كده من الصينية، ولحد لما تبدأ تاخد لون نبدأ ان احنا نقلبها على الجهة التانية لحد ما تاخد لون موحد ويكون حلو جدا من فوق ومن تحت بالشكل ده. بعد كده لو احنا مش عندنا الفرن ده نقدر ان احنا نعملها في فرن البوتاجاز العادي، ولكن هيكون على اعلى درجة حرارة من فوق ومن تحت. بعد كده بنبتدي ان احنا نغطي القرص بعد ما تطلع من الفرن على طول عشان تكون معانا طرية. وده كده شكل القرص، بتكون قرص طرية وحلوة جدا. وان شاء الله سيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف، جربوا القرص دي ان شاء الله تعجبكم. كمان عملنا الجبنة اللي بتكون الجبنة الفتة اللي احنا بنشتريها من بره وبيكون سعرها غالي فبتكون طعمها حلو جدا. وكمان من نص كيلو دقيق عملنا كمية القرص الحلوة دي. وكمان استفدنا من اللبن الرايب اللي فاصل عندنا عملنا منه جبنة وعملنا منه قرص. بيكون بقى حاجة سهلة كده وبتكون حلوة جدا. كمان الجبنة معانا بتكون قوامها ناعم وكريمي زي ما انتوا شايفين كده، واحلى واطعم كمان من الجبنة القريش. جربوا الطريقة دي ان شاء الله تعجبكم، وبتكون معانا بالقوام الحلو ده. اهم حاجة ان تكون معانا الشاشة او القماشة تكون ناعمة عشان لما تبدأ ان هي نيجي نعمل فيها الجبنة تبدأ ان هي تنزل معانا كل حاجة وتبدأ ان هي تكون معانا ناعمة.
بعد كده بناخد الجبنة ونبتدي ان احنا ندهن بها كده القرصة، وبعد كده بناكلها، وبتكون حاجة كده سهلة وخفيفة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، فيديو حلو جدا جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. ولو عايزين ان احنا نعمل اللبن والجبنة والقرص من اللبن اكتبولي في الكومنتات، وان شاء الله نعمل من اول اللبن. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم ويكون سهل وبسيط. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وفكرة جديدة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. مع السلامة حبايب قلبي.